اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي جميع البلاد المسلمين. اللهم فك قيد أسراهم وفرج عنهم كربهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك 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 وبحمدك. اللهم أعينهم على بلائهم وهون عليهم يا مولانا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم يا جماعة، النهاردة معاكم أفضل وياسمين. عيد سعيد، عيد مبارك عليكم. النهاردة العيد ومش عارفة الفيديو ده هينزل امتى، او ممكن ننزله متأخر جدا. يا رب بس ما يكونش العيد الجاي. إن شاء الله. ايه رأيكم بقى في لبس العيد بتاعي؟ اشتريت عباية، اشتريت جزمة في العيد ده عشان احنا مش رايحين اي حتة، فلابسة شبشب عادي، شبشب البيت. ماشي، شكرا جدا، شكرا. العيد بتاعنا النهارده ان شاء الله هيكون بالمصري، يعني في اكل مصري واكل هندي، حلويات مصري وحلويات هندي. انا هعمل لهم النهارده اكل كتير ان شاء الله. إن شاء الله. اكل ايه بقى يا افضل؟ انت بقى اختار كده معايا، عايز اكل ايه؟ فطار مصري وغدا مصري. مم. بالغدا ياسمين بنعمل المكرونة بشاميل جلاش وجلاش ومحشي لو عرفت، وكباب كل حاجة بقى لو عرفت كل حاجة إن شاء الله. وكفتة، هعمل وكفتة كباب كفتة. كباب وكفتة الاتنين، يا كباب يا كفتة. وبس كده، يلا بينا نبدأ يومنا. اول ما صحيت من النوم طبعا دخلت على المطبخ علشان ازين لي كام بسكوتة كده قبل الصلاة، عشان بعد الصلاة ده اللي ان شاء الله هنفطر بيه مع شوية شاي باللبن وكده، يبقى يا سلام على مزاج العيد. دلوقتي بقى طلعنا على السطح، هنصلي وهنفطر وهنعمل باربيكيو ان شاء الله. فيعني عملنا كمان شيد زي ما انتوا شايفين كده فوق عشان يضلل علينا. الله أكبر. كده خلصنا الصلاة وهنزل اجيب لهم الشاي دلوقتي والكحك بتاعت العيد والبسكوت العيد وحلويات الهندية والحاجات دي. جبنا الشاي باللبن بقى، ده تقاليد. مع البسكوت والكحك تقاليد. ثانية واحدة. ايوه، الشاي باللبن ودي بقى البسكوت والكحك. صراحة انا شاريهم جاهزين، بس عملت شوية ديكوريشن هنا في الخمسة دول. ماشي، وهتعرفوا ليه انا اشتريتهم جاهزين لما نبدأ نحضر الاكل والمكرونة بشاميل. هوريكم الفرن بقى اللي عندنا دلوقتي، فعشان كده مش هينفع اعملهم خالص. طبعا ده مش الكحك بتاعنا يعني، بس هو حاجة شبيهة ليه، لقيتها هنا في المخابز ففرحت قوي وجبتها. طبعا حلوين يعني، بسكوتات وبوتيفورات وكده ما شاء الله. ودي بقى الشير خرمة اللي هو الحلويات التقليدية بتاعة العيد في الهند. وريناها لكم الفيديو بتاع السنة اللي فات. الشير خرمة عبارة عن لبن بالمكسرات وزي لبن مكثف كده. يلا كده الواحد بقى حاسس بطعم العيد والشاي باللبن، ويلا بينا. يلا اتفضل 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 اتفضل. هدوق البسكوت بقى الهندي ده، شوف طعمه زي البسكوت بتاعنا ولا ايه. هدوق بالشوكولاته ده. لينا عجبك؟ حلو، يمشي الحال يعني. إيه؟ حلو البسكوت، يمشي الحال يعني. البسكوت مع الشاي باللبن. ما شاء الله. افضل. إيه؟ كل سنه وانت طيب. كل سنة أنت طيب. لا مش كده، كل سنه وانت طيب، النهارده العيد. كل سنة أنت طيب، النهاردة العيد. ايوه، انتوا الناس اللي بقول ليه العيد، العيديه، البيسه، الماني. ماشي ها، ماشي يا ياسمين. فلوس انت عايز فلوس. ماشي، خد. اتفضلي. اتفضل. ايه ده، 500 روبيه؟ لا لا كمان ياسمين. لا كمان 500 روبيه في الهند ما بيعملوش حاجه كمان. وريني واحده بس. ماشي، وريني كده. اتفضلي.
دين. ماشي كده 1000 روبية يعني حلوين، يعني على فكرة ده مش فلوس كتير يا جماعة في الهند. ال1000 روبية ايه كام؟ 200 جنيه كده. 200 جنيه. ماشي يلا متشكرين. لازم في كل عيد في الهند يعملوا حلويات الشير خورما دي، يعني اساسي عندهم. ايه رأيك بقى، الشير خورما ولا كحك العيد؟ الاتنين حلوة ياسمين. ده بسكوتة مع شير خورما، ده حاجة هندي ده حاجة مصري. أنا آكل. لا ما حدش يعمل كده. بسم الله. لا مش حلوة. الواحدة حلوة، دي الواحدة حلوة. وبعد ما خدت هديتي كده خلاص بقى يلا بينا على الباربيكيو. ودلوقتي بقى حضرت الحاجتين الرئيسيتين بتوعي، وهو كفتة وشيش طاووق. الكفتة بس حطيت عليها كل حاجة، انا عاملاها بالطريقة المصرية بس يعني مزودة عليها حاجات علشان تعجبهم برضو، يعني مزودة بهارات، مزودة سبايسي، مزودة توم وزنجبيل. بيسموا الكباب كفتة والكفتة كباب. بحب قوي اقلب الكفتة بايديا، بحس ان كده فيها شعور بالراحة كده. الله ريحتها تحفة، ريحتها حلوة قوي يا جماعة. ده بقى الشيش طاووق، وهنحط عليه كريمة بس عشان القوام، كريمة اللي هي بتاعة الطبخ. الشيش طاووق ده يعني برضو عندهم حاجة شبهه هنا. انا مختارة الاكلات اللي تمشي هنا وتمشي هناك، يعني تمشي في مصر وانا بحبها وكمان بيحبوها هنا جدا. دلوقتي بقى احنا هنسيخ انا وحميتي، هنحط في السيخ وافضل هيعمل بقى الشوي وكده الباربيكيو. هنبدأ بالشيش طاووق عشان ده بيستوي اسهل يعني. افضل بقى هو هيسوي واحنا ايه. وقبل ما بدأنا كان اذان العصر أذن، سامعين اهو. شايفين بقى بنحط الزبدة على الشيش طاووق من فوق وهي بتتشوي كده، بتدي طعم رهيب جدا. كده خلصنا الشيش طاووق، شايفين شكله حلو ازاي؟ يعني قولولي ايه رأيكم كده، قيموني. اول مرة اعمل الاكلات دي، لا الكفتة عملتها قبل كده بس ده اول مرة اعمله الشيش طاووق. قولولي بقى كده ايه رأيكم فيه. دلوقتي بقى هنصبع الكفتة على السيخ. بصوا بقى هما عايزين يعملوها رفيعة وانا عايزة اعملها تخينة، فمش عارفة ايه المفروض، فانا هعمل تخينة ورفيعة ونشوف انهي اللي هيستوي احسن. ماشي كده يا جماعة، احنا حاولنا نعمل الكفتة كتير وبقت بالفشل كتير قوي في الاول، فقررنا ان احنا نغير الطريقة. وتقريبا كده علشان كنا قاعدين في الحر بقالنا كتير، فالدهنة شوية سخنت وبقت تسيح وتوقع الكفتة، فلما حطيناها شوية في التلاجة وبدأنا نصبحها تاني بقت تمسك نفسها، فهو ده كان السبب تقريبا يعني. بصوا افضل اهو بيعملها، هوريكم شكلها بصوا اهي. بصوا هوريكم شكلها. اول كانت بتطلع عامله، كانت بتطلع مفكوكه من بعضها كده. بصوا بتقع من بعضها كده. خلصنا ولا ايه؟ هجهز بقى دلوقتي السفرة او المفرش، يعني هجهز المفرش بتاعنا، والنهاردة بقى اوريكم بقى الحاجات التانية اللي انا عملتها. ويلا بينا. جبت بقى مفرش النهاردة هيكون مختلف علشان يكون ايه يعني نجدد، يعني عشان ما نزهقش. الواحد فينا يا جماعة اول ما بيفكر يعمل عزومة بيقعد بقى يسرح بخيال ويقول وانا هعمل محاشي وبط وفراخ ومكرونة بشاميل وكذا وكذا وكذا، ويقعد يتخيل الخيال الجميل ده. بس في الواقع بيقعدوا يقلوا اقل صنف اقل صنف، ابوظ صنف ساعات. انا عارفه ان في ناس كتير ستات شاطرين بيشوفوا الفيديو ده هيقولوا لي ايه يا ياسمين اللي انت عملتيه ده، كسفتينا. ادينا بنتعلم اهو. فانا بقى عامله لهم النهارده ثانيه صنينيه اللي هي مصغر صينيه مكرونه بشاميل، وصنينيه
اختراع كده، هو المفروض ان هو جلاش بس انا عاملاه بحاجه تانية خالص غير الجلاش. لان ما لقيتش جلاش فابتكرت حاجه جديده. ده اسمه مندروتي وهو ده اللي انا استخدمته، حاجه زي العيش كده. بصوا بقى شكله جميل ازاي، يعني ينفع كده، شكله حلو. ودي المكرونه بشاميل اللي هو وشها بني وجميل ومش محروقه الحمد لله. انا كنت خايفه قوي احرقها الصراحه. احنا الفرن بتاعنا بايظ فاضطريت برضو ابتكر في الفرن واستخدم فرن كده غريب جدا هوريهولكوا دلوقتي. يعني فرن غريب يعني فعلا، عشان كده كمان الصينيه صغيره لان مفيش صينيه اكبر من كده هتدخل فيه اصلا. وده بقى تالت صنف معانا، شيش طاووق يعني المفروض. ايه رأيكم بقى؟ بصوا كده يجي مني والله. ده بقى طبق الكفتة اللي معانا اللي طلع عينينا وشفتونا احنا بنعمله فوق على السطح، لكن هو يعني دول اللي عرفنا ننقذهم وطلع شكلهم حلو عشان اكون صريحة معاكم. ملحقتش اعمل سلطه فقطعت شويه خيار وطماطم وبصل وكده وحلوين يعني يقفوا بالغرض ده. اعتقد المعنى الحرفي لجبت العيد يا جماعه، صح؟ اللي انا بعمله دي عزومه فيها العيد يعني. ثانيه بقى اجيب لكم بقى شويه حاجات انا ما عملتهاش لكن عايزه املى شكل المفرش يعني املاه، فهحط بقى شويه حاجات كده عشان يدي كأن المفرش عليه حاجات كتير وبتاع. ماشي، معانا شيبسي انا مفضيه من الكيس ما شاء الله عليا وحطاه في الطبق، ومعانا عيش هنا برضو جايباه من المخبز وحطاه في طبق ما شاء الله عليا. حلوة يا ياسمين، حلوة قوي. حلوه، ربنا يجبر خاطرك يا ابني. ده بقى برياني حماتي عاملاه لان هما لازم ياكلوا برياني اول يوم العيد، يعني هنا في البيت عندهم لازم برياني، فهنحطه هنا بقى. يلا بسم الله بقى ابدأوا. بسم الله. مين عايز ايه؟ ثانية ابدأ، انا هقطعها عندي. هتطلع ان شاء الله. لك بقى كفتاية، خدوا كفتة يا جماعة والله حلوة. تشكي ما شاء الله طيب. مش مصدقة انه طلع حلو بجد يا جماعة، والمكرونة بالبشاميل اللي طالعة حلوة وماسكة نفسها. لا انا طلعت والله انفع يعني ايه رأيك؟ حلو قوي، حلو قوي بجد، حلو قوي. المكرونة بشاميل مكرونة بشاميل ده حلو قوي. انا عاملاها لك سبايسي، انا عاملاها سبايسي. ده سبايسي كمان، حلوة زي كده هندي مكرونة بشاميل. مكرونة بشاميل والجلاش جلاش كمان ده حلو قوي، فظيع طعمها فظيع. شكرا. دي كمان عجبها المكرونه بشاميل، الحمد لله كلهم عجبهم المكرونه بشاميل. وبكده نكون خلصنا فيديو العيد، يا رب يكون عجبكم وعيدكم مبارك ان شاء الله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير واشتراك في قناة. يلا مع السلامه. مع السلامة.